يا سلام، عاوزاني اروح للظابط محمد واعترف والقضايا المتلتله اللي عليا. اقعد يا عبد الصبور. زمانها كلها بتطلع في شنك دلوقتي قدام الظابط محمد. ازاي يعني؟ اولهم موضوع مراتك ليلى وعشيرة. طاهر اخو مي دلوقتي مع ظابط محمد بيقدم ادله ضد اخته ان كل الاشعه والتحاليل مضروبه. ليه؟ عشان مي تورث لوحدها. وهيتقال له انت ليه ما قلتش الكلام ده من الاول؟ هيقول له ما كنتش اعرف، ولما عرفت جيت واعترفت. لا يا راجل. وطبيعي هيطلع امر ضبط واحضار لمي لان هم ما يعرفوش انها ماتت اساسا. اما بالنسبه بقى لموضوع الارهاب فبطاطس. بطاطس؟ لان ظابط محمد هيعرف ان ما كانش فيه حزام ناسف اصلا. يا ولاد اللعيبه، والعصابه اللي هربتني هتيجي اخباريه للظابط محمد تقوله ان في ناس هربانين من عيله السنساويه مطلوبين في قضايا ارهاب. ثانية واحدة. الو، سعيد بيه. بلغ إدارة مكافحة الإرهاب بمكان العيال اللي هبلغها اسمائهم دلوقتي. ايوه، بس ايه علاقتهم ببراءتي؟ انا هطلع منها ازاي؟ بالادله. ادله تقول ان مي اتفقت معاهم عشان يلفقوا لك انت القضيه، وعشان كده هربوك. ده انت عامله حسابك في كل حاجه. عيب عليك. أيوة. لا يا راجل، اعترفوا وفي أدلة كمان. يا ولاد اللعيبة. يا ولاد اللعيبة. كده بقى ما فاضلش غير حاجه واحده بس. ايه هي؟ انك تسلم نفسك بنفسك. ولنفترض هروح للظابط محمد واعترف له بكل حاجه، هيقول لي ما قلتليش من الاول ليه يا عينيا؟ هتقول له كنت مستنيني براءتي تتثبت. طب ممكن اطلب منك طلب بس ده ما يزعلكيش؟ قول. ممكن انا اخد المانجا وتاخدي انت الجوافه؟ ولا ده هيأثر على القضيه؟ ما انت عامله حسابك في كل حاجه. خد الاتنين يا عبد الصبور. تمام. طب نرمين، دلوقتي اشرب جوافه وبعد كده المانجا، ولا اشرب مانجا الاول واقفل بالجوافه، ولا اقفل بالمانجا اقفل عالي؟